خليني اقولك ان الفترة اللي احنا عايشين فيها دي مش محتاجة مهندس شاطر وبس، وده طبعا بسبب التطور الكبير اللي بيحصل حوالينا. علشان كده اي مهندس لازم يطور من نفسه باستمرار ويغير من طريقة تفكيره وينمي مهاراته عشان يقدر يواكب التطور والمنافسة اللي موجودة حاليا في سوق العمل. فخليني اقولك على 10 حاجات لو عملتها هتبقى مهندس متميز وشخص ناجح في حياتك. رقم 1، اتعلم التسويق. التسويق من الحاجات المهمة جدا في حياتنا، حتى لو انت شاطر جدا في المجال بس ما بتعرفش تسوق لشغلك او مهاراتك بشكل كويس، هتلاقي نفسك بتعاني ومش لاقي شغل. فاتعلم ازاي تعمل براند لنفسك، وبالمناسبة في كورسات كتير جدا على اليوتيوب او مدفوعة تقدر تبدأ بيها. رقم 2، اتعلم ازاي تعمل سيرش. جرب كده قبل ما تسأل اي حد على معلومة تروح تسأل جوجل او في المراجع والكتب. رقم 3، اتعلم مهارة التدوين، تدوين الافكار والمهام اليومية عن تجربة شخصية. يعتبر دي من اكتر الحاجات اللي بتخليني برتب كل افكاري وعارف كل يوم انا عندي ايه انجزه. رقم 4، اتعلم مهارة التفاوض، هتفيدك كتير جدا في التعامل مع العملاء او في حياتك الشخصية بشكل عام. رقم 5، اتعلم ازاي تعمل برزنتيشن كويس وتتكلم قدام الجمهور، ده هيخلي عندك ثقة في نفسك اكتر وهتعرف تشرح كل افكارك بسهولة سواء للعميل او للتيم بتاعك. رقم 6، اتعلم ازاي تكتب محتوى. رقم 7، اتعلم ازاي تعمل انترفيو وازاي تعمل سي في بشكل احترافي. رقم 8، اتعلم ازاي تبني علاقات في حياتك وشغلك. رقم 9، خليك دايما مرن وتقبل اختلاف الاراء ووجهات النظر، وتقبل فكرة انك ممكن يكون عندك معلومة مغلوطة هتصححها لنفسك. رقم 10، طبعا كل الحاجات الحلوة دي مش هتحصل غير بتخطيط وإدارة جيدة للوقت. في النهاية الدنيا ايه غير مهندسين وشوية ناس عاديين.